قال وزير الاتصال والثقافة الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي في حوار مع صحيفة البايس إن تغيير إسبانيا لموقفها في قضية الصحراء وإعلانها بشكل رسمي دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كان له وقع سلبي بالجزائر. وأضاف المسؤول الجزائري الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في مدريد في التصريح نفسه إن تغيير موقف إسبانيا سبب قلقا شديدا للجزائر بفعل قيمة البلد الإيبيري المؤثرة في الصحراء، لكن بالمقابل أردف أن هناك إجماع بالجزائر على الاستمرار في القطيعة مع إسبانيا إلى أن تعود إلى موقفها السابق والمتعلق بالحياد حسب تعبيره وعدم دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007. وشكل دعم الحكومة الإسبانية موقف الرباط المتمثل في منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية شهر مارس الماضي صدمة غير متوقعة للنظام الجزائري الذي يحتضن ميليشيات البوليزاريو على أرضه ويغدق عليها من أموال الشعب الجزائري المقهور.